نود العودة من جديد في جو من البهجة والارتياح إلى دراسة الكيس الشعري أو الجيب الشعري، وخاصة تقنيات الجراحة، تقنيات العلاج. تقنية الإغلاق والتجميل تهدف أيضا لتقليل مدة العلاج، لكنها تعرض لمزيد من الانتكاسات مقارنة بالتقنية المفتوحة. هناك أيضا تقنية طفيفة التوغل القديمة مثل تسطيح الجيب بالكشاد أو فينوليزانوسيون، والتي تجعل ما بعد الجراحة أكثر بساطة. وفي العصر الحديث تطورت تقنيات طفيفة التوغل لتبسيط العواقب الجراحية دون مساس بالشفاء. من بين هذه التقنيات العلاج بالتنظير الداخلي والليزر، الذي يظهر نتائج واحدة بمعدل انتكاس أقل من 10% بعد سنة، وبساطة في مراحل ما بعد الجراحة. وبالرغم من ذلك يجب تأكيد هذه النتائج من خلال دراسات ذات جودة عالية. أولا، بالطبع دعونا نشارك معكم بعض المعلومات حول تقنية التسطيح البسيط المصحوبة بكشط الكيس الشعري. هذه التقنية تم تطويرها لأول مرة سنة 1960 ميلاديا من قبل برامسون وفريقه. تتضمن هذه العملية فتح التجويف وكشط قعر الجرح دون إجراء أي استئصال، وتظهر نسبة نجاح هذه العملية بنسبة تفوق 94%، مع معدل النكسة يصل إلى 4.5%، وذلك بناء على الدراسات الطبية المختلفة التي تتراوح مدتها ما بين 1.5 و 120 شهر. كما لاحظنا أن معدل المضاعفات الجانبية مثل العدوى والنزيف وتأخر التئام الجرح أقل من 1.5 إلى 1%. أما بالنسبة للجراحة المغلقة فإن الآلام ومدة التعطل عن ممارسة العمل تبدو مشابهة، لكن مدة التئام الجرح تكون أطول وتصل إلى 1.5 شهر. أما بالنسبة للجراحة المفتوحة فإن مدة شفاء الجرح تكون أقصر قليلا، ولكن معدل الانتكاسات يكون أعلى على المدى المتوسط. مدة المتابعة من 15 إلى 48 شهرا. وعلى الرغم من ذلك يبدو أن تقنية التسطيح المصحوبة بالكشط ليست تقنية حقيقية وطفيفة التوغل، نظرا لمدة التئام الجرح والعلاجات الخاصة المطلوبة، مما يقلل من فائدتها مقارنة بالتقنيات الأكثر حداثة. باختصار، تظهر نتائج تقنية التسطيح المصحوبة بالكشط تظهر نجاحا جيدا في المدى المتوسط، ومع ذلك يبدو أنه من الصعب اعتبارها تقنية حقيقية وطفيفة التوغل، نظرا للعواقب المحتملة للجراح. تقنية تقنية الفينوليزيسيون تستخدم لعلاج الجيوب الجلدية والكيس الشعري. يتم تطبيق مادة فينول على الجرح للتطهير والقضاء على الكيراتين. يتم حقن الفينول داخل الكيس الشعري. تم تطوير هذه التقنية في الستينات، وتشير دراسة طبية إلى أن معدل النجاح بعد العلاج يبلغ حوالي 13% بعد سنتين.
ولكن يبدو أن هذا المعدل أقل من الواقع. في بعض الحالات يكون من الضروري إجراء العملية مرة أخرى. يجب تجنب احتكاك الفينول بالجلد المحيط لتجنب التهاب الجلد. يمكن أن يؤدي العلاج بالفينول أيضا إلى مضاعفات أخرى مثل العدوى والخراش وربما سيلوليت. تم التخلي عن استخدام هذه التقنية في بعض الحالات، أما بالنسبة لتقنية الدماغ البيولوجي أو الغراء فقد تم استخدامها مدة عقدين من الزمن لعلاج مشاكل مختلفة مثل نواسير الشرج والرقع الجلدية والتخثر. تعتبر هذه التقنية بسيطة، حيث يتم تحديد المسارات الثانوية باستخدام قضيب معدني رفيع. يتم كشط التجويف وتطهيره قبل حقن الغراء الذي يتكون من مزيج من فبرين والماء. يتصلب الغراء ليخلق التجويف والمسارات الناسورية. في حالة الكيس الشعري المعفن يتم استخدام الغراء 3 مرات مختلفة. ونعود في حلقة مقبلة، عسى أن يمسي الموضوع أكثر وضوحا وناصع البياض. إلى الملتقى.